السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في باج معاد. عند خوكم معاد. واليوم اخوتي جبت لكم مستمرين في التغطية ديال كأس العالم. اليوم جبت لكم اخوتي افضل الحراس في التاريخ ديال كأس العالم الحديث، على التاريخ الحديث من 1998 حتى لدابا، ماشي التاريخ الغابر من 1930 حتى لدابا. جبت لكم خمسة الحراس، توب خمسة الحراس في كأس العالم. غير في كأس العالم، ماشي حراس يكونوا طاف في أي حاجة. طوب خمسة الحراس في كأس العالم اللي كان عقل عليهم شوية واللي تفرجت فيهم. كاين اللي تفرج فيه، كاين اللي كان عقل عليه، كاين اللي تفرج في الفيديوهات ديالو، كاين وغتشوفوا الترتيب غتعرفوا علاش درت هاد الحراس، حيت هما اللي كيستاهلوا تقريبا. وكل واحد من يسالي الفيديو، كل واحد يكتب لينا طوب خمسة الحراس ديالو في اللي عقل عليهم، طوب خمسة الحراس ديالو في كأس العالم. وغنبداو خوتي من المرتبة الخامسة. فابيان بارتيز، حارس مرمى منتخب فرنسا وحامل لقب اللي غادي يقودهم باش يفوزوا في 1998 بكأس العالم، وغادي يكون عاوتاني بطل اليورو في 2000. فراد الحارس كان عنده تصديات قوية وعنده تصديات زوينة وبهلوانية، وكان كيدير شي تصديات اللي تيساعد بهم منتخب فرنسا اللي كان مدجج بالنجوم على رأسهم زيدان باش يفوزوا بكأس العالم. وكان ساهم باش يفوزوا بكأس العالم 98 واليورو ديال 2000، وكان بقى معاهم في 2002 وفي 2006، ولكن ما استطاعوش انهم يفوزوا بكأس العالم. ومشوا 2000 كما قلت لكم قاد بلاده باش تتوج بكأس العالم بيورو 2000، وما استطاعوش انهم يفوزوا بكأس العالم 2002 بعد ما خروجهم من دور المجموعات، و2006 بعد الخروج ديالهم بعد تغلب ايطاليا عليهم في الفينال. ايطاليا اللي كانت كتسال انها تتوج بعد ما تلقات فقط هدفين في هذيك النسخه كامله. وفرنسا هي كانت كتسال انها تتوج، ولكن خروج ديال زيدان اثر عليهم. ومع انني كنظن ان زيدان واخا كون كمل ما كانش غادي يفوز به، حيت ايطاليا كانت قويه. والحارس رقم 4 في المرتبه رقم 4 هو مانويل نوير، غني عن التعريف، اللي كلكم كتعرفوا، كلكم شفتوا مونديال 2014، كلكم تعرفوا القوه ديالو. فراه هو اللي كان سبب من اسباب ان المانيا انها تتوج بمونديال 2014 بعد التصديات ديالو برجليه وبيديه. كتفكروا كلكم التصدي ديالو الشهير قدام اللاعب ديال المنتخب الجزائري اللي خرج وخاض لي ودافع على الكره بخارج كاري دي زويد ديالو، وتساطع انه يحيد الكره يخرجها. كانوا عنده بزاف ديال التصديات، خصوصا عاوتاني في الفينال قدام رفقاء ليونيل ميسي. وكان ساهم بالتتويج ديال المنتخب المانيا بكاس العالم 2014. فراه من المجحف انني ما نديروش في لا ليستا ديال افضل خمسة الحراس. في المرتبه رقم 3 ايكير كاسياس، اللي كنفكر انني ما نديروش في القائمه في احسن مع طوب احسن حراس ديال كاس العالم، ولكن ما قدرتش انني نحيدو، خصوصا داك المستوى اللي قدم في 2010 في 2008 وفي 2012. فاز حيت هو فاز تقريبا بكل شيء، وفاز مع منتخب اسبانيا في 2008 باليورو، في 2010 بفضل ديالو فازت اسبانيا بكاس العالم بفضل التصديات ديالو قدام اريان روبن، خصوصا التصدي ديالو برجلو قدام اريان روبن في الفينال. وكان هو ساهم باش منتخب اسبانيا يطلع للفينال وباش يفوز بكاس العالم، وراه التصديات ديالو راه شاهد عليه. فازوا عاوتاني معاهم في اليورو ديال 2012، ونساو ديك الشوهه ديال 2014 حيت ما كانش خاصو يمشي اصلا. ولكن في 2010 وفي 2008 وخصوصا في 2010 فرا قدم مستوى خيالي. داكشي علاش بنادم دابا بنادم كيحبو، بنادم كندير قدوه ديالو. ولكن بعد البلانات اللي تيدير دابا وهادشي اللي تيدير دابا، كنت كنفكر انني ما نديروش في هاد لا ليست، ولكن المستوى اللي كان كيقدم هو اللي خلاني ندير. في المرتبه الثانيه فعندنا الحارس الاسطوري ديال منتخب المانيا اوليفر كان، اللي لعب فينال ديال 2002 قدام منتخب برازيلي في كوريا الجنوبيه واليابان. فبعد ما اللي تمكن انهم قساو بعدا في النصف النهائي كوريا الجنوبيه اللي قسات بدورها
اسبانيا بفضل التحكيم، وقبل من قصات ايطاليا بفضل التحكيم. فرقصة بعدا من يقصاو ديك كوريا الجنوبية، فكان انجاز بعدا بانك تقصي كوريا الجنوبية في بلادها وبالتحكيم اللي معاه ديال الفيفا الفاسدة اللي كان معاه، وطلعوا الفينال وكانوا تم يستاهلوا انهم يفوزوا به في 2002. ولكن الظاهرة رونالدو كان عنده رأي اخر، وقدر انه يسجل عليه 2 اهداف في الفينال، وتمكن انهم تفوز البرازيل بكاس العالم. ولكن هادشي مكيعنيش ان اوليفر كان مكانش حارس اسطوري، فراه هو بسبب ديالو تأهلت ألمانيا حتى 2000 حتى الفينال في 2002، وقدمت مونديال زوين في 2006 رغم انها تعرضت للاخصاء في بلادها من طرف المنتخب الايطالي اللي كان مرعب تو في ذاك الوقت في 2006، اللي كان ماركاو عليه فقط 2 اهداف. اللي ديما شي نعاود نقولها، كانوا تفاركوا عليه فقط 2 اهداف في داك المونديال كامل. يعني كان يستاهل انه يدوز، وكان يستاهل انه يفوز به. قلت لكم اوليفر كان هو قدم مستوى رهيب مع المنتخب الالماني، وكان يستحق انه يفوز بكاس العالم. وهادشي اللي شفع لي انه يكون في الناليست، يكون في المرتبه الثانيه. في المرتبه الاولى راه كلكم غتكونوا دابا كتستنتجوا، وكلكم عارفين بان المرتبه الاولى محجوزه لاحسن حارس في العالم وفي التاريخ، هو جانلويجي بوفون اللي فاز بكاس العالم 2006 مع المنتخب الايطالي، وتماركوا عليه فقط 2 اهداف، بيد ديال بانينكا ديال زيدان في الفينال، وبيت وقيلا في دوري المجموعات على ما اعتقد. وراه كان مرشح باش يفوزوا ب 2002 بكاس العالم، ولكن التدخل ديال الفيفا بقياده جوزيف بلاتير والحكم بايرون مورينيو قصاو، والهدف الذهبي ديال كوريا الجنوبيه قصاو المنتخب ايطاليا من 2002 بعد ما كان مدجج بالنجوم وكان مرشح فوق العاده باش يفوز بداك الكاس، ولكن قصاوهم بالتحكيم، وقصاو معاهم حلم بوفون باش يتوج بكاس العالم في 2002. ولكن رجع في 2006 وقدموا في اوروبا، قدموا مونديال واعر وفازوا به. وراه بوفون راه المسيره ديالو حافله بالانجازات مع المنتخب، ولا مع اليوفي، ولا مع جميع الانديه اللي لعب معاهم، وهادشي اللي خلاه انه يكون في المرتبه الاولى. وابار داكشي عنده تصديات خياليه في المونديال، لا ديال 2002 لا ديال 2006. وكنتمنى القائمه تكون هاد توب 5 ديال حراس المرمى تكون عجباتكم، وما جاش جايين شي توب 5 ديال باقي المراكز اللي غيكونوا بالنظره ديالي انا. وكنتمنوا انكم نتوما تكتبوا لينا التوب 5 ديالكم ديال احسن جوال من 1998 حتى لدابا، وشكون هو الجول اللي غادي يقول الكلمه ديالو وغادي يساهم باش المنتخب ديالو يتوج في 2022 في المونديال.